أنا دريت في كلية الفنون في لندن في نهاية الحرب العالمية الثانية. بعد واحد لازم يمشي لكلية التربية بتاع جامعة لندن عشان يعمل سنة في تدريب التربية. هنا في هذا كلية التربية قابلت الدكتور عبد الله الطيب. في طريق شنو؟ كان معي 2 زملاء في قسم الفن، واحد اسمه جمال مبارك، الثاني اسمه عبد الرازق عبد الغفار. عبد الرازق عزمني غدا في الداخلية بتاعته. اليوم عزمني غدا ده كانت صدفة عيد ميلادي 21، فعرفني بعبد الله الطيب. ابتدى يتكلم معي وانا عينيه وسنونه الجميل ده، بس كنت يعني معجب بيه من اول يوم. شهر 6 سنة 1950 قمنا من بركنهيد اللي هي جنب ليفربول، أنا والدكتور عبد الله في سفينة اسمها واريك كاسل من البيبي لاين. لما عرفت عبد الله أنا يعني جاري وراه 2 سنين، حتى بعد سنة 48 طلعت عشان يزودني، ومش يزودنا بطريقة سرية في مكتب بتاع تسجيل في برا من لندن. وبعد كم يوم حتى حدثت أبوي. صببت دموعا أشهد الحزن لأنها أتت من فؤاد بالغرام متيم وليس له من ذات. تعلم الله يديك العافية إن شاء الله. أنا أشوفك لما تكبر كبير زي وردي. وردي فنان، لكن ما أنت فنان وشيخ نابل. إذا مع عبد الله مفيش أي حاجة، مش مع عبد الله. من غير تعملي فيلا، من غير مع عبد الله مفيش أي حتة، أي حتة. جيت هنا سنة 50 كان العيد الكبير. الفلوكة محل كنا جبال جنب المديرية، وهي اتقطعت لغاية الجزيرة وكان شربت موية. بعدين كان معنا جيلاني قال لعبد الله يا عبد الله بالطريقة دي المركب دي هغرق وناس حيقول من سنة الغرق الحواجية في دامة. المدرسين بتاع المدارس الوسطى بيطلع من هنا. عبد الله كان بيحب جدا نادي الزوارق ده، كان بيحب يطلع بالشراع ويمشي هنا وهنا، وكان بيحب السباحة كمان. أنا ذاتي بحب السباحة ليوم الليلة. يا حليله. هي جامعة خرطوم بالنسبة أنا وعبد الله الطيب دي حياتنا، دي يعني دي أكثر حياتنا عيشنا في جو بتاع الأكاديمية والجو السياسي والجو المقالب المأساة والمجد بتاع جامعة خرطوم طول حياتنا. بتواصل مع